السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني فيديو جديد من قناه اكلات فريده. هنعمل مع بعض النهارده فيديو مميز وحلو وبسيط جدا جدا جدا. اكله سهله وبسيطه، تنفع غدا وتنفع عشاء. ممكن نسميها اكله المستعجلين، لانها ممكن تنصفك في دقائق بسيطه جدا، وكمان طعمها مميز وحلوه قوي قوي. مش معنى ان هي سريعه فان هي كده مش طعمها حلوه، لا، حلوه جدا. وكمان ممكن نحشي الحشوه بتاعتها باي نوع حشوات انت عايزاه. مش شرط حشوه معينه ومكلفه وفيها افتكاسات كتير، لا لا، بسيطه خالص وفيها انواع كتير جدا من الحشوات. هكتبها لكم تحت الفيديو. الفيديو سهل وبسيط وشكله كمان تحفه وطعمه حلو قوي. هنقول كل التكات وكل المكونات وكل الوصفات وازاي نعملها مع بعض النهارده ان شاء الله. يلا بينا نقول بسم الله ونبدا الفيديو. اول حاجه عندي هنعمل طبعا الصوص بتاع البشاميل، كلنا عارفينه. هنجيب كده معلقتين كبار من السمنه، عليهم معلقتين من الزيت، وبعدين نحط عليهم كمان 4 معالق كبار من الدقيق، ونقلب كويس جدا لحد ما نشم ريحه الدقيق معانا ونحس انه داب كويس قوي في الزبده. وننزل فوقيه بقى بالتدريج باللبن. مش هيديكم مقدار معين للبن، انت هتقعدي تقلبي لحد ما توصلي للقوام المظبوط، يكون مش خفيف خالص ولا تقيل جدا، عايزينه كده زي البشاميل العادي. نقلب كويس قوي قوي كده عشان ما يحصلش معانا اي تكتلات خالص واحنا بنقلب. وبعدين التوابل بتاعتنا بسيطه جدا، ملح وفلفل، وهنحط كمان معاه شويه صغيرين من الحبهان وشويه صغيرين من ورق اللورا باودر. كل ده باودر. ونقلب كويس قوي مع بعض لحد ما ادمج كل التوابل معاه. في نفس التوقيت كنت بحمر كده طاسه بطاطس كبيره متقطعه صوابع عادي جدا جدا، هنستخدمها في الوصفه مع بعض النهارده. وهتجيبي بقى عندك من التلاجة، عندك ناجتس كان عندك في التلاجة، عندك ستريبس كان عندك في التلاجة، عندك كمان هوت دوج، عندك سوسيس، عندك سجق، اي مكونات عندك كمان شويه لحم مفرومه، اي حاجه. انا كان عندي شويه ناجتس وشويه كمان ستريبس، قطعتهم قطع صغيره زي ما انتم شفتوا كده، وكمان بقوا جاهزين معانا. هنجيب بقى صينيه تكون طويله شويه تكفي كميه عندي، وانا هستخدم عيش التورتيلا. انت عندك رقاق طري، عندك عيش تورتيلا، عندك اي حاجه ممكن تستبدليها بس تكون نفس الطراوه ونفس القوام بتاع العيش ده، استخدميها مفيش مشكله. هم كانوا عندي حوالي 8 قطع، حطيت 2 في كل جنب، وفي الاخر هحط 2 اغطي بيهم الصينيه على الوش. بنفس الطريقه دي كده هوزع عيش التورتيلا معايا، نصه لجوه ونصه لبره عشان يكون متمكن من الصينيه كويس. وبعد كده اول طبقه عندي خالص هتبقى طبقه البشاميل، هنزل فيها بالطريقه دي كده واغطي الارضيه بتاعه الصينيه كويس جدا، يعني نص الكميه بالظبط، ونص الكميه الباقيه بتاعه البشاميل هتكون على الوش بالطريقه دي كده. وابدا اوزعها كويس جدا في الصينيه عندي. وبعد كده بقى هتجيبي اي نوع جبنه عندك شيدر، عندك فلامنك، عندك موتزاريلا، اي حاجه. انا عندك قطع الشيدر دي هبدا بقى اوزعها كده فوق الصوص بتاعي بتاع البشاميل. وبعد كده هجيب بقى طبق البطاطس اللي انا حمرته كويس، هبدا اوزعه كده فوقيها، بيخلي الطعم مع بعض كده في حته تانية، بتبقى حلوه جدا. وبعد كده هبدا بقى انزل بالحشوه بتاعتي اللي هي ناجتس وستريبس، وزي ما قلنا عايز تبدلي كل ده باي حشوه مختلفه خالص مفيش مشكله. وبقى هبدا كده اجيب جبنه شيدر عندي كانت قالب في التلاجة، هبدا ابشرها من المبشره كويس قوي واغطي بيها كده الوش كله بتاع الصينيه. هجيب بقى القطعتين بتوع عيش التورتيلا واحطهم على الوش، وابدا اقفل كويس قوي قوي الجوانب عندي، الانصاص اللي احنا كنا سايبينها بره، ونقفل بيها الصينيه كويس جدا. مع بصوا ماسكه نفسها ومتمكنه ازاي كويس جدا، لانها طريه مش ناشفه معايا، عشان كده بقول لكم لازم العيش اللي هتستخدموه يكون طري. هبدا بقى اغطي ببقيه نص البشاميل اللي كان عندي، اغطي كويس جدا واوزعه على كل الصينيه بشكل كويس، بحيث تكون كلها قوام واحد بالطريقه دي كده. هلفها كويس واوزع في كل الجوانب عشان بقدر الامكان تكون مغطياها كلها كويس. همسح الحواف كويس جدا بقى، وهبدا ادخلها معاكم الفرن على درجه حراره 180، بتقعد تقريبا ما فيش هم تلت ساعه. اهم حاجه ان الوش يكون كويس. مش هحط على الوش جبنه موزاريلا خالص دلوقتي عشان بتنشف على طول اول ما تخش بيها، لا، لما تدخل في السوا معايا هبدا اخرجها قبل السوا بحاجات بسيطه، واوزع كده التشيدر او الموزاريلا على الوش، وبعدين ادخلها تاني يا دوب تسيح بس كده معايا، واقوم اخرجها الصينيه وتكون جاهزه تماما للاكل معايا باذن الله. خرجت معايا باللون التحفه ده، لونها كان حلو قوي وريحتها كمان كانت تجنن. هبدا اقطعها معاكم قطع مربعات صغيره كده، عايزه تعملي مربعات صغيره جدا كبيره شويه، قطعي زي ما تفضلي. هبدا انا اقطعها كده مربعات يعني معقوله شويه بالطريقه دي.
الفيديو بسيط بس حاولت اجيب لكم كل تفاصيله على قد ما اقدر. هبدأ بقى اطلعها معاكم في طبق التقديم. بصوا شكلها تحفه ازاي، اصلا يفتح النفس. ما تقوليش خالص ان هي اكله سريعه ولا ان هي اكله غدا او عشاء، هي حلوه جدا 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 وشكلها يفتح النفس. هنجرب مع بعض بقى وندوق الجمال اللي احنا عاملينه. هشه وطريه جدا جدا معانا، وبصوا ريحتها بجد تحفه. طعمها كمان لما دقتها جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا خلصت نص القطعه دي وانا واقفه كده من كتر ما هي عجبتني قوي. الوصفة سهلة جدا جدا وبسيطة ومش مكلفة خالص خالص، وما فيهاش اي حاجة تتعبي عليها ولا افتكاسات خالص في الحشوات ولا في الوصفة ككل. جربيها وانا واثقة جدا ان هي تعجبك، وعايزة كمان رأيك في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وفعلي لي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة اكلات فريدة. وانا هنزلكم في البايو او في الوصفة او في اول كومنت كل روابط الفيديوهات اللي شبه كده اللي ممكن تستخدميها كأكلة سريعة او اكلة اقتصادية، او لو مستعجلة تعمليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون ما طولتش عليكم، وكمان اشوفكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.